السلام عليكم. يلا بينا نعمل اقوى منظف للدهون. احنا هنا هنستخدم البرتقان او قشر البرتقان او قشر اليوسفندي او الليمون. طبعا اي واحد فيهم، وطبعا البرتقان اللي كان موجود ده ممكن تحفظيه في التلاجة لما يكون مش الموسم بتاعه في الفريزر. هنغسله ونحطه بقى يتسلق في ميه مغليه. انا حطيته في الحله الضغط عشان ينجز يعني. ولما برد اهو هحطه في الخلاط حبه بحبه لما اطحنه كويس جدا، وابتدي اعبيه في عبوات نظيفه كده بلاستيك. هنا ده اللترين، وشويه هحط عليهم كوبايه خل وكوبايه صابون سائل، وكمان هضيف عليهم 2 ملعقه كربونات بيكربونات الصوديوم او البيكنج باودر اللي احنا زي ما بنقول كده بتاع الاكل عادي يعني، عشان كده هو ما فيهوش اي خطوره. نيجي بقى نشوف كده تجربه عمليه. دي الحله مليانه دهون، يلا بينا نشوف هتعمل ايه بقى. غطا كده مليان بالمنظف اللي عملناه. طبعا انت بعد ما عملتيه في الخط عبتيه ورجتيه كويس، بتحطيه بقى، ووقت ما تعوزيه هو ما بيبص، بيقعد في لفترات طويلة وشهور. هاخد منه اهو وعليها نقطة منظف، وهبتدي اشوف الدهون اللي موجودة، سواء دهون او دمعة او اي حاجة يحصل لها ايه. هتدعكي طبعا، شايفين ما بياخدش اي مجهود وبيتفاعل ويشيل الدهون كلها، وفي نفس الوقت على فكرة بيلمع الحاجة ويديها بريق. وزي ما بقولك، لو عايزة تحطيها في بخاخ اللي هو البخاخة اللي بنستخدمها دي، يبقى لازم تصفيه كويس جدا عشان ما يسدش الفلتر بتاعها عند الاستخدام. فطبعا انا اللي هستخدمه في البخاخ ده هصفيه كويس جدا، واخد الباقي بقى اللي هيطلع، التفل اللي هيطلع احطه تاني على المنظف، انا مش هرميه. زي ما انت شايفة انا بغسل اهوت، ما فيش اي تعب ولا اي حاجة، على طول كده بالفرشة بس. ده المنظف ده ممكن تستخدميه في تلميع بقى الحنفية، اي حاجة معدن يلمعها ويزيل الدهون ويديها بريق ولمعة. الارضيات يا جماعة، وبيخلي ريحة الدنيا جميلة جدا. اي حاجة عايزة تغسليها بيها بيتغسل ويشيل الوساخة اللي فيها، وفي نفس الوقت من غير ما تضيفي بقى اي مواد تضر بايدك او خطر. يعتبر امن جدا، وزي ما انت شايفه النتيجه رائعه. ما خدش مني وقت نهائي اهو. الحله بتبرق اهي وبتلمع، مفيهاش اي دهون نهائي. دي كوبايه كانت مطرح الزبادي، وكان برضو فيها نسبه دهون كده. شو حطيت نقطه بس منه ويا دوب صبنتها كده زي ما انت شايفه. الكوبايه بتبرق وبتلمع من غير اي مجهود. طبعا انت وفرتي كده كميه المنظفات اللي بتستخدميها سواء في الارضيات او اي حاجه، طبعا من غير ما تتكلفي. لو عجبك الفيديو يلا تعليق حلو منك، ولايك وشير عشان الكل يستفيد.